تحب تشرب ايه؟ ولا انا ما عزمتكش على حاجه يعني والبرنامج خلاص هيخلص وتبقى عندك جنزبيل؟ جنزبيل. خلاص تحب تاكل حاجه؟ مفيش مشكله. بجد اكلك حاجه، اجيب لك عصير اي حاجه فراخ. حلوه. عصير ايه؟ فراخ. طب جنزبيل بسرعه للدكتور توفيق. طب بص يا دكتور، انا جايب حاجه كده بسيطه لو تحب تاكل معايا يبقى كتر خيرك. ونشارك بعض، يعني في ناس بتقطع التورت. يعني اتمنى انك تستريح. انا عايزك بص يا دكتور. تستريح. تستريح. تستريح خالص. دي تقريبا وزنها قد ايه؟ لا دي تطلع لها 6 كيلو. طب معلش، هي مش بالشكل ولا يعني كام؟ حوالي 3 كيلو. 3 كيلو؟ دي 3 بس؟ اصل انا ما بفهمش من البطيخ، لان البطيخ ده ممكن يبقى احمر ممكن يبقى اقرع، يعني حاجات غريبه كده. طب تقول لي مين قرعه؟ لاسرائيل. طب وتقول لي مين حمرا؟ انا بتكلم على البطيخه. يا دكتور، يعني حمرا دي المفروض تتقال لناس كتير قوي. تتقال لناس فعفيني ان انا اقولها يعني. بجد؟ دي ميه دي. قرعه. لا قرعه. طب انا مش هقول لك انا يا دكتور. خلاص كان نفسي تطلع حمرا بس. لا. طب تقريبا فيها كام لبايه؟ يعني 3 كيلو طلع 3 كيلو. يعني لو انت قدرت تقول لي عدد البذور اللي في الطماطمايه اقدر اقول لك عدد اللب اللي في البطيخ. طيب تعالى نعرف بقى مع بعض الناس بتعد لب البطيخ ازاي. اتفضل يا دكتور. يلا. تعرف كام لبايه موجوده في البطيخ ال5 كيلو؟ 98. 1400 1500 لبايه. 3000 لبايه. تفضل. كل ما زاد حجم البطيخه كل ما زاد عدد البذر اللي فيها. يعيش مولانا وبطيخ مولانا. 2400 لبايه. 1400 لبايه. 2400 لبايه. حسب الجينات الوراثيه كل بطيخه تختلف عن الثانيه. شكلك فاهم يا نصر. مفيش حد قال ما اعرفش. لا مفيش حد قال ما اعرفش. مش هتلاقي. لو قال ما اعرفش يبقى مش من مصر. يعني احنا ليه بنفتي كتير كده؟ ليه؟ يعني بصراحه يا دكتور، احنا دايما نسال اسئله ملهاش اي اجابه وتلاقي كل الناس بتجاوب. ده طبيعه يعني في الكلور. في الكلور متوارث. طب انا يعني في سؤال محيرني. اتفضل. ليه صباع الموز بيميل ناحيه الشمال؟ مأساة الحقيقه، كان المفروض يميل ناحيه اليمين.